السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ عارفه ان انا بقالي كتير قوي ما صورتلكمش وبقالي كتير ما عطيتكمش نصايح ولا اي حاجه، بس ده بسبب ان انا كان عندي امتحانات وفاينل الفتره اللي فاتت، فما كانش عندي وقت خالص ان انا اطلع اصور لكم فيديوز. ولكن ان شاء الله من دلوقتي لحد اخر الامتحانات ولحد كمان ما توصل الكليه هكون معاك لحد اخر لحظه ان شاء الله. النهارده هتكلم معاكم عن الخطوات اللي تمشي بيها في شهر 12 وعشان تطلع منه باللي مطلوب من شهر 12. يعني شهر 12 في حاجات انت لازم تكون مثلا مخلص المتراكم عليك، لازم ان انت تكون مراجع شويه من المنهج، لازم ان انت تضغط نفسك فيه وتبدا تحل كتير. وهجاوب لكم على كل الاسئله بتدور في بالكم دلوقتي، زي مثلا نسيت المنهج من الاول هراجعه ازاي، او هل ده طبيعي ولا لا، راكم حاجات كتير ازاي اقدر اظبطها، امتى ابدا احل شوامل. كل ده ان شاء الله هجاوب لكم عليه في الفيديو ده، فتابع معايا الفيديو للاخر واهتم بكل تفاصيل الفيديو علشان هي مهمه. وقبل ما نبدا الفيديو حابه ان انا اقول لكم ان الشهر ده هو محتاج الاستمراريه، محتاج شخص عنده حلم، لان الشهر ده هو اللي بيفصل بين اللي هيكمل فيحقق وبين اللي هيقف فهيضيع كل تعبه الفتره اللي فاتت. الفتره دي عايزه حد رايق كده ما بيهموش كلام اللي حواليه، مش مثلا درجه شامل توقعه وتوقفه، ولا كلمتين من مدرس يحبطوا بيهم احبط وقال انا مش هكمل، انا مش هحقق حلمي خلاص ضاع مني. لا، الفتره دي عايزه حد راكز كده عارف حلمه، هو ده اللي باصص له، مش اي كلمتين ولا هزة رياح هي دي اللي توقعه وتبوظه. الفتره دي عايزه حد عارف هدفه وبيجري عليه، مش مستني ان هو يجيله لحد عنده. يلا بينا بقى نبدا الفيديو وكل الخطوات بتاعه شهر 12 اللي هقولها لكم وان شاء الله هتفيدكم جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تضغط لايك، سبسكرايب، تفعل نوتيفيكيشن، تعمل جوين لجروب التليجرام وفولو للانستجرام. ويلا بينا نبدا الفيديو. بليز keep watching. مبدئيا انت في الشهر ده محتاج لكل دقيقة مذاكرة، وعلشان انت محتاج لكل دقيقة مذاكرة فيخليك ان انت ما تضيعش وقت كتير، وعلشان ما تضيعش وقت لازم تعرف ايه الحاجات اصلا اللي بتضيع لك وقتك. وطبعا اسباب تضييع الوقت مختلفة من شخص للتاني، بس اشهر الحاجات او اكتر الحاجات اللي بتضيعوا فيها وقتكم تليفون مثلا، النوم، الصحاب، اللعب والمشاكل. كل الحاجات دي ممكن تضيع لك وقتك بطرق مختلفة، وعلشان تعالج الموضوع ده فخلي حد اكبر منك يكون رقيب عليك، وخليك انت كمان رقيب على نفسك. بس لو انت من الناس اللي بتعرفش تتحكم في نفسها في ان انت تمسك التليفون او ان انت تكلم صحابك او ان انت تضيع وقتك في حاجات مختلفه، فخلي حد مثلا هو اللي ياخد منك التليفون. افصل تليفونك مثلا بحيث محدش يكلمك من صحابك، لان انا عايزاك في الفتره دي تكون مركز كل تفكيرك في مذاكرتك بس. رسخ نفسك للمذاكره وابعد عن كل المشتتات، يعني بالمعنى الاصح كده اعزل نفسك عن كل اللي حواليك. خلي كل وقتك لمذاكرتك دلوقتي علشان ما تندمش بعدين وتقول يا ريتني ما ضيعت وقت في التليفون، يا ريتني ما ضيعت وقت مع اصحابي. كل ده مش هيفيدك في حاجه. تليفون وصحابك وكل ده هتعمله بعد ثانويه عامه، هتلاقي ان حياتك بعد كده او انت من نفسك اصلا هتلاقي ان في وقت مخصص لكل حاجه، في وقت مخصص للمذاكره، في وقت مخصص للتليفون، في وقت مخصص لاصحابك. هتحس ان انت بعد كده بترتب دنيتك، فليه ما ترتبهاش من دلوقتي في اكتر سنه انت محتاج كل دقيقه فيها. طب انت عالجت كل الحاجات اللي بتضيع لك وقتك، نيجي بقى للحاجات اللي انت بتعالج وقتك عشانها. اول حاجه التراكمات بتاعتك مش عارف تحلها لحد دلوقتي، وعايزه اقولك ان ده يعني يعتبر من اواخر الشهور اللي تقدر فيهم تلم المتراكم قبل ما يكبر منك ويتوسع منك لحاجة ما تقدرش تلمها بعد كده. علشان تلم المتراكم فانت محتاج ان انت تكتب كل حاجة متراكمة عليك، حتى مثلا لو 40 فيديو، 40 محاضرة، 40 درس، اكتب كل ده. افضل اكتب كل الحاجات اللي انت متراكمه عليك، خليهم كده قدامك علشان تعرف ازاي تقسمهم صح. طب بعد ما تكتبهم هتلاقي ايه؟ يا اما المتراكم عليك ده كتير قوي زي ما قلت لك مثلا 40 درس متراكمين عليك في مواد مختلفه، ولا حاجات بسيطه. لو انت متراكم عليك حاجات كتير فانت هتاخد اسبوعين كده فيصل ان انت تلم فيهم المتراكم. طب هتقولي ما انا لو خدت الاسبوعين المتراكمين دول ما انا هراكم برضو الحاجات بتوعه الاسبوعين. هقولك يعني انت تراكم 7-8 دروس ولا تراكم 40-50 درس؟ طبعا ان انت تراكم 7-8 دروس اهون بكتير، بس تاخد الاسبوعين دول كلهم تلم فيهم المتراكم. مش تيجي مثلا بعد الاسبوعين تقولي انا كنت محتاج اسبوع كمان، لا، انت تلم المتراكم في الاسبوعين اللي انت خدتهم وبس. الفكرة التانية لو انت مثلا متراكم عليك حاجات بسيطة، 10 دروس مثلا، 5 دروس، حاجات بسيطة تقدر تتلم، او حاجات انت مذاكرها بس حاسس ان انت نسيتها او ما كنتش مظبطها قوي، فدي هتبدأ ان انت تاخدها مع الدروس الجديدة. يعني مثلا الدروس الجديدة انت بتذاكرها الصبح
المتراكم ده تذاكره بالليل. كده انا قلت لك في الحالتين، لو انت مثلا مراكم حاجات كتير او لو انت مراكم حاجات بسيطه، وازاي تتعامل مع ده وازاي تتعامل مع ده. طيب السؤال التاني اللي بتسأله لي كتير، انا نسيت المنهج اللي فاتني ازاي هقدر اراجعه؟ هتراجعه عن طريق ان انت بتحل شوامل على الابواب. يعني ايه؟ يعني مثلا انت دلوقتي في الباب العضويه كيمياء ولنفترض، فهتاخد معاه ان انت بتراجع الباب الاول. طب هتراجع الباب الاول ازاي؟ عن طريق حل شوامل على الباب الاول. يعني مثلا في شوامل في كتاب الامتحان، في شوامل في كتاب مندليف، المدرس بتاعك كان عامل كذا شامل او كذا نموذج، فانت خدت منهم النماذج مش اللي انت محلتهاش، اي حاجه، المهم ان انت تحل شوامل على الباب ده. طب انت هتقولي انا جيت احل حسيت ان انا مش فاكر اي حاجه ومش عارف اي حاجه. هنيجي هنا بقى الموضوع الصبر. زي ما قلتلك الفترة دي محتاجة واحد صبور جدا. يعني انت مثلا هتلاقي 10 اسئلة 15 سؤال انت مش عارف تحلهم من 46 سؤال. هل ده طبيعي؟ طبعا طبيعي عادي جدا، وطبيعي جدا ان انت تكون ناسي اصلا، انت بقالك كتير ما عدتش على المنهج ده. طب ازاي انا بقولك ان الشوامل هتفكرك؟ انت مثلا لو غلطت في سؤال، السؤال ده هتعرف فكرته كويس جدا جدا منين؟ من المنهج. انت هتراجع المنهج او هتراجع البوينت بتاعته تاني. يعني انت مثلا عندك مشكلة مع العناصر الانتقالية في نقطة معينة، في بوينت معينة في العناصر الانتقالية، فانت هتروح تراجع العناصر الانتقالية. عندك مشكلة مع الحديد، هتروح تراجع معادلات الحديد كلها تاني. فانت كده بتراجع الحاجات اللي انت غلطت فيها. ودي طبعا مش مراجعتك النهائية، يعني انت بس بتراجع علشان تبقى فاكر المنهج كويس وتقدر ان انت تحل عليه بعد كده شوامل مرتاح ما تغلطش فيها غير غلطة ولا غلطتين. انما انت هتراجع تاني المنهج ده، ايوه طبعا هتراجعه، يعني هتراجع الباب الاول ده تاني من اول صفحة فيه لاخر صفحة فيه من غير ما تحل فيه اي حاجة. انت هتاخده بس يوم مراجعة، انا براجع باب كيمياء او براجع بابين كيمياء. دي مش المراجعة النهائية بتاعتك، لا انت هتراجع مرة واثنين وثلاثة لحد الامتحان. بس دي احسن طريقة ان انت تراجع بيها دلوقتي المنهج، هي المراجعة بالحل. يعني زي ما قلت لك، انت هتمسك الباب الاول هتمسك عليه شامل، الشامل اللي هتبدأ تحل فيه هتغلط مرة واثنين وثلاثة، 10 غلطات 15 غلطة، بس كل غلطة انت بتتعلمها. يعني كل غلطة انا بروح اذاكر تاني البوينت بتاعتها. هياخد منك وقت في البداية، هياخد منك ايوه وقت شوية، مثلا الشامل هياخد منك 3-4 ساعات بمراجعته، بعد كده ياخد منك ساعتين، بعد كده ساعة، بعد كده هتحل شامل باب اول في نص ساعة. تقولي في شامل هحله في نص ساعة؟ ايوه انت شامل اخر السنة وانت بتحل شامل النهائية بتاعة الفاينل اللي علشان خلاص الامتحان. هتلاقي ان انت في الاواخر كده بتحل الشامل. انا كنت بحل امتحانات شوامل عربي تقريبا في نص ساعة كل الامتحان، فما فيهاش مشكلة ان انت تحل باب كيمياء او شامل نهائي ان انت تحل في نص ساعة، ده عادي جدا. وهتلاقيه اصلا بعد كده ان انت من نفسك بتفضل تقلل في الوقت. يعني مثلا انت اول امتحان شامل اخد منك 4 ساعات، هتبدأ تقلل 3 ساعات، ساعتين، ساعة، نص ساعة، وهتبدأ ان انت تقلل علشان في الامتحان انت محتاج لكل وقت تراجع فيه. تالت سؤال واللي بتسألوه كتير جدا برضو، امتى ابدأ احل شوامل؟ تبدأ تحل شوامل بعد ما تخلص المراجعة بالطريقة اللي انا قلتلك عليها. يعني مثلا انت خلصت مراجعة الكيمياء باب اول تاني تالت رابع، عن طريق ان انت بتحل شامل اللي تغلط فيه بتبدأ ان انت ترجع له تاني وتقرا البوينت بتاعته. ولما تحس ان انت بدأت تكون ملم كويس جدا بالمنهج او ملم باغلب البوينت في المنهج، فتبدا ان انت تحل شوامل. طب هل ده معناه ان انا بقولك ما تستناش المدرس يبدا يحل شوامل؟ طبعا ما تستناش المدرس يبدا يحل معاك شوامل، ابدا انت من نفسك من بدري. لما تبدا انت من نفسك من بدري هتحس ان انت على الوقت مثلا المدرس بيحل فيه انت قادر تحل شامل كامل من غير ما تغلط ولا غلطه. ده اللي انت محتاجه في الفتره دي. كل ما تحل شوامل يعني اقرب، كل ما الموضوع بالنسبه لك هيبقى اسهل بعد كده. سؤال بيتسال كتير جدا، احل كام كتاب او احل كتب كتير سواء في المراجعه النهائيه او دلوقتي في الفتره دي اعمل ايه، او احل كتب قد ايه؟ اهم حاجه ان انت تكون بتحل كتير، مش ان انت تحل كتب كتير، لا، ان انت تكون بتحل كتير. يعني انت تمسك كتاب واحد تخلصه، مش تقدر ان انت تاخد لي 5 اسئله من هنا، 5 اسئله من كتاب الامتحان، على 5 اسئله من كتاب التفوق، على 5 اسئله من كتاب التميز، تبدا ان انت تلخبط بينهم وان انت تحل عشوائي. لا، انت تمسك كتاب معين عندك تبدا ان انت تحل فيه، تركز في كل افكاره، تستفيد من كل افكاره بكل مميزاته وبكل الحاجات اللي فيه، سواء بقى الاسئله صعبه فيه سواء الاسئله سهله متوسطه، حلها. حل الكتاب كله، مش تنقي او تختار منه اسئله، واستفيد من كل سؤال فيه، لان ممكن السؤال يكون بالنسبه لك سهل بس لما تيجي تحله تغلط فيه. طب انا غلطت فيه ليه؟ علشان انت فكرته سهل بس هو كلمه واحده في السؤال غيرت المعنى بتاعه وغيرته لك لحاجه تانية خالص. طب انت خلصت كتاب معين
ابدأ بقى خش في اللي بعده. مش ان انت تحل اكتر من كتاب، يعني مثلا ممكن اقولك حل كتابين مع بعض، انما مش تقولي انا جايب 5-6 كتب احلهم امتى. لا، مفيش حاجة اسمها كده. انت بتختار منهم افضل الكتب تحلها دلوقتي، ولما تخلصهم يعني بكتير قوي 2 كتابين، لما تخلصهم حل في اللي بعدهم، ولما تخلص اللي بعدهم حل لو عندك وقت تاني. انما مش ان انت تحل 6 كتب مع بعض في نفس الوقت. ليه؟ هتختار لي 10 اسئله من هنا على 10 اسئله من هنا على 10 أسئلة. مش هينفع. لازم ان انت تخلص كتاب كتاب، وتخلص افكار كتاب، وتدخل على الافكار اللي بعده. ما تمشيش عشوائي في الفتره دي بالذات علشان ما تندمش بعد كده. استعين بالله. حاول ان انت يعني اهم حاجه اصلا تنظمها في الفتره دي هي قربك من ربنا، صلاتك، الورد بتاعك. اقرا قران كل يوم، او مش كل يوم، انت مع كل مثلا ماده بتذاكرها اقرا قبلها صفحتين قران، مش هياخدوا منك وقت. الصبر وان انت تكون راكز دي اكتر حاجه انا بقولك اكتسبها في الفتره دي، لان بجد ده اللي هيفرق معاك جدا. بلاش ان اي كلمتين هما اللي يوقفوك ويحبطوك. بلاش مثلا ان انت درجة امتحان فيزياء او درجة امتحان كيمياء دي تخليك لا انا مش هجيب في امتحان اخر السنة. الامتحانات دي او الحاجات اللي انت بتحلها دلوقتي ملاش اي علاقة بامتحان اخر السنة. امتحان اخر السنة مبدئيا انت بتكون حاطط في بالك ان ده امتحان المصيري، ده اللي هيحدد لك حياتك، ده اللي هيحدد لك حلمك، ده اللي هيدخلك الكليه اللي انت عاوزها. فبالتالي اصلا انت جوه الامتحان بتكون مركز اكتر ان انت ما تغلطش، فان شاء الله مش هتغلط. انما دلوقتي انت ممكن مثلا تسهى عن حاجه، ممكن ان انت تكون حاجه مش فاهمها كده. انما بعد كده هتكون ملم بالمنهج اكتر، هتكون عندك استعداديه اكتر ان انت تقفل الامتحان. فعلشان كده دايما بقول لكم ان امتحاناتكم اللي انتوا بتحلوها دلوقتي مش مقياس خالص على امتحان اخر السنه. اخر حاجه عايزه اقولها لكم دلوقتي، ودي دايما بقولها لكم، خلي تحفيزك منك لنفسك، ما تاخدش تحفيزك من اللي حواليك. يعني انا مثلا كساره انا مش بطلع احفزك، انا بطلع اديك خطوات انت تمشي عليها. التحفيز ده هيجي منين؟ التحفيز ده هيجي منك انت. يعني انت مثلا ماشي بالخطوات اللي انا بقولها فهتحل، ماشي بالخطوات اللي انا عملتها فهتمشي كويس في الشهر. طب انت ما مشيتش بالخطوات اللي انا بقولها اهملتها، عملت عكسها، كل ده هيضرك. انا مش بطلع اقولك ذاكر، اجتهد، اتحفز. ما انت كل ده هيحفزك مثلا يوم ولا يومين، او هيحفزك 10 دقايق وبعد كده لا. انت خد تحفيزك من نفسك. اللي بتسمعه ليا او بتسمعه لاي حد غيري ده هو ستيبس انت بتمشي عليها، علشان دي تجربه احنا عشناها، فبنقولك فوائدها وبنقولك كل حاجه ايه اللي تعمله ايه اللي ما تعملهوش. بنطلع فترات نحفزكم، بنطلع فترات ان احنا ندفعكم شويه قدام، بس احنا مش هنديم ليك. اللي هيديم ليك تحفيزك لنفسك وعلاقتك بربنا، هما دول اهم حاجه عندك. ونصيحه مني، اسمع كلام الاكبر منك. يعني احنا مثلا بنقولك امشي بالستبس دي علشان دي هي المهمه في الشهر ده، فاحنا بنبقى عايشين التجربه واحنا اللي قادره انت تعمل ايه فعلا في الفتره دي، مش ان احنا بنطلع نقولك او بنملالك فيديو وخلاص. فما تسمعش الكلام من هنا وترميه من هنا، لا، استفيد بكل حاجه احنا بنقولها لكم، علشان هي دي فعلا اللي احنا بنكون من تجربتنا عارفين ان هي الصح. وبس كده، ده كان النصائح بتاع الفيديو النهارده، ودي الستبس اللي انا قلتها لكم تمشوا عليها في شهر 12 واعملوا بيها، علشان هي مهمه جدا 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 بجد. هتفرق معاك في شهر واحد. اللي شهر واحد هو اللي خلاص المدرسين بتخلص مناهج، انت بتخلص خلاص يعني بتبدا خلاص مراجعات مع المدرسين، بتبدا خلاص انه يقولوا لك حل شوامل، بيبدا ان في امتحانات شوامل كامله على المنهج المدرسين بيعملوها. خليك ارتاح في الشهر ده شويه، لما المتراكم عليك زي ما قلت لك بالطريقه اللي قلتها لك، ابدا مراجعه اللي فاتك بالطريقه اللي انا قلتها. فعلا الموضوع ده هيفرق معاك جدا. الشهر اللي جاي هتحس ان انت مرتاح، مفيش حاجات متراكمه عليك، بدات حل شوامل، فانت متدرب على الاسئله، متدرب على اكبر قدر من المعلومات والافكار. الضغط بتاعك بدأ ان هو يقل لان انت حليت امتحانات كتير، فهتكون مستعد لاي حاجه بقى المدرس بيديها لك. قالك تحل شوامل، قالك انت عندك شامل الاسبوع الجاي على المنهج كله، فانت مستعد ليه. بس كده، بتمنى لكم التوفيق جميعا يا رب، وثانك يو فور واتشنج.